أتينا إلى هنا، إلى هذه الغرفة الضخمة، ولم نعثر على أي شيء. لما هي فارغة؟ غرفة خداعية. كل هذا المجهود لغرفة خداعية؟ وهذا يجعلك تتساءل، هل الغرفة التي وجدناها حقيقية؟ أم هي خداعية؟ وهذا قد يعني أن جثة خوفو لا تزال هنا في مكان ما داخل الهرم، أي أن الأهرامات بنيت كمقابر لملوك مصر، ولكن هذه الغرفة الخداعية تضمنت أيضا أعمق نقطة في الهرم كله. سأكون الشخص الذي وصل إلى أعمق نقطة. أنا عند أدنى نقطة في الهرم. زرنا أدنى نقطة في الهرم، والآن دعونا نصعد إلى القمة. هذه النقطة الأكثر عمقا. سلكنا نفس الممر الطويل لنصل حيث يمكننا لقاء الدكتور زاهي، وسنصعد قمة الهرم. أحتاج منك الآن أن تختار 5 أشخاص سيصعدون معنا. 5 فقط؟ نعم. من سيبقى؟ حسنا. هيا، حجر ورقة مقص. لا! أوه! تشرفنا بك يا نولان، نتيجة عادلة. ومن هناك وجدنا أنفسنا نعود إلى الممر الذي سرنا فيه اليوم الأول للوصول إلى غرفة الملك. كما بدأنا الفيديو، نزلنا عبر هذا النفق، ولكن لإنهاء الفيديو سنصعد إلى الغرف المخفية في الأعلى. خلال 5000 سنة صعد أقل من 50 شخصا نعرف عنهم الآن. سأخبركم، أخاف المرتفعات. هذا أسوأ وقت لتخبرني فيه بذلك. لم يكن الصعود إلى هناك أمرا سهلا. قادت نهاية هذا السلم إلى ممر صغير. الساعة الأخيرة من التحدي، ونحن في رحلة إلى قمة الهرم. هذا صعب. جيد يا جيمي، شاب جيد. لن أكذب، ظننت أن الأمر سيكون أسهل. ما هذا؟ نحن في الغرفة الثالثة الآن. هناك غرفتان تحتنا، ولكن الأهم هي الغرفة الثالثة والرابعة والخامسة. الآن الغرفة الرابعة. حسنا، لنواصل التقدم. حسنا، هيا بنا. الغرفة الرابعة. عجبا، انظر إلى هذا يا كارل. واو! سوف نصل إلى قمة الهرم قريبا. إنه الفيديو المفضل لي على الإطلاق. نولان ليس هنا، أليس هذا رائعا؟ إنه أفضل جزء في هذه التجربة كلها. هيا إذن فلنصعد إلى القمة. لنفعلها. يا إلهي! زاهي! نعم. كيف فعلت هذا؟ ليست لدي فكرة. وهكذا وصلنا إلى أعلى نقطة في الهرم. فعلناها يا تشاندلر. يا إلهي، هناك الكثير من الخفافيش. لم أرد أن ينتهي الفيديو هكذا. دقيقتان وسنتعرض للهجوم. جيمي، تعال إلى هنا. هذه أحد أسماء الفرق التي بنت الأهرامات. هايبر تعني فريق، سمسو تعني أصدقاء، كرتوش خوفو خوفو. هذا يعني فريق أصدقاء نعم، خوفو. بالضبط. كتبت قبل 4600 سنة. عرفنا كل ما يمكننا معرفته عن أصول الأهرامات، وعرض لنا علماء المصريات أفضل الأدلة التي عثروا عليها. المصريون نعم، هم البناة. من مقبرة العمال إلى الهياكل العظمية المدفونة قربها، والتي تأثرت كلها بالأعمال اليدوية، إلى البحث تحت تمثال أبي الهول عن الغرف السرية والكنوز. هذا النقش الجداري دليل قاطع لكل من يشكك في أن القدماء المصريين بنوا هذه الأهرامات كمقابر لفرعونهم. هذه نهاية مغامرتنا. لا أعرف لما سمحت لنا مصر بفعل كل ما فعلناه، لكنني ممتن للغاية. تحية خاصة لهذا البلد، أنتم رائعون. سكرايب لمستر بيست. تعني سبسكرايب.